اهلا بيكم. علاج الاورام بيجي مرضى كتير واهاليهم: يا دكتور ايه خطه العلاج بتاعتنا وازاي نعملها ونمشي ازاي واحنا تايهين مرميين في بحر؟ ارجوك حطوا لنا الخطه. علاجات الاورام ان جنرال في العام اما تدخل جراحي او تدخل دوائي او تدخل اشعاعي. اختيار خطه العلاج المناسبه للمريض بتعتمد على عوامل كتير، منها سن المريض، الحالة الصحية والأمراض المصاحبة ليه، تشخيص الورم، نوع الورم، مكان الورم، علاقة الورم بالأنسجة المحيطة به، هل المريض يستحمل جراحة ولا ناخد دواء الأول وبعد كده نعمل جراحة، ولا مفيش جراحة خالص ونخش على الدواء فقط، ولا ناخد علاج إشعاعي، أو مفيش علاج خالص ونقول للمريض عبارة عن علاج تلطيفي. العلاج الدوائي دايما الناس بتسأل ايه الأدوية اللي هاخدها، هو ماليش الا علاج كيماوي فقط لا غير، في اي حاجه تانية اقدر اخدها؟ طبعا الدنيا اتغيرت، العلاج الكيماوي هو جزء من خطه العلاج الدوائي لمرضى الاورام، ولكن في علاج هرموني. بعض انواع الاورام بتستجيب للعلاج الهرموني حاليا مع الصيحات الجديده من العلاج المناعي والعلاج الموجه، وديت ان شاء الله نتكلم فيها في حلقه تانية باذن الله. ربنا يشفي كل مريض ويكلل شفاء كل محاربي الاورام ويمتعكم بالصحه والعافيه ان شاء الله.